النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني. مقاديرها دي حوالي نص كيلو من الكبده الاسكندراني متقطعه رفيع قوي. عندي كمان هنا كميه كبيره من الثوم، وعندي ملح وفلفل اسود، شويه من الشطه وكزبره وكمون، وعندي كمان شويه فلفل متقطع شرايح. هنعمل ايه؟ هبدا اخلط كل ده مع بعض. طبعا عايز يحط فلفل حامي يحط. كل ده اخلطه كده مع بعض. هحط كمان هنا حوالي معلقتين كده من الخل، واخلط كويس قوي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب الكبده واحط عليها نص الخلطه دي، هقسمها نصين كده واحط نص الخلطه على الكبده. هبدا اقلب واسيبها حوالي 10 دقايق بس كده تتبل وتاخد من طعم التتبيله الجميله دي. حطيت الوك على النار وفي شويه زيت كده لا باس بيهم يعني، ولازم يكون كده علشان الكبده تطلع حلوه معايا وما تطلعش ناشفه. سخنت قوي على النار، وبعدين هبدا انزل بنص الخلطه الباقيه. عندنا خلطه تمام. هبدأ بقى انزل بالكبده. مش هقلبها بقى، هخليها كده شويه تتشمع من تحت وبعدين ابدا اقلب. هبدأ دلوقتي اقلب الكبده. الكبده دي ما تاخدش على النار اكتر من 10-15 دقيقه فقط لا غير، علشان ما تنشفش مني. زي ما انتم شايفين مقطعاها كده رفيع قوي علشان تستوي معايا بسرعه. تبدا تشوح معايا ريحتها حلوه قوي كده. هبدا احط هنا شرايح الفلفل حامي او بارد زي ما احنا عاوزين. الكبده كده استوت اهي، بقت جميله جدا، ريحتها حلوه قوي. ما خدتش معايا اكتر من 10 دقايق. اخر حاجه هعملها هحط عصير ليمونه كبيره اهو، يا دوبك اديها تقلبتين وهطفي عليها. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات